في شيء يا أستاذ وسام لو أنا أعديته لنفسي بنفسي ما كنتش أقدر أعمله. وهو إنه أنا ربنا قدر إن أنا من نعومة الأظفار من سن الطفولة قدر لي إنه تبقى عنصر الاهتمام بالسياسات عامل زي ما يكون هو الهواية، هو الثقافة الأساسية، هو الومضة. لأنه أنا والدي انتخب نائبا في البرلمان وأنا كنت لسه بطلع من سن الطفولة إلى سن الوعي بقى بالإدراكات الموجودة. فكانت اللجان اللي كان هو بيعقدها علشان الإعداد على إعداد الرد على بيان الحكومة، إعداد الرد على الخطة والموازنة، مناقشة ميزانية الدولة، المعاهدات الدولية والتصديق عليها، الأمور اللي هي بتطرح على النطاق العام من مناقشات، كانت اللجان دي بتنعقد في بيتنا. فبدأ لحظات الوميض في تشكيل وعي الإنسان إني بقعد مع كبار المتخصصين في الأمور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدولية، وأشترك في قراءة وأنا في هذا السن الصغير 13-14 سنة في قراءة مثلا خطة والموازنة وميزانية الدولة والبرنامج الحكومة وأقعد أقراه، وبعد ما يمشوا ألاقي حاجات ما أفهمهاش أرجع أراجعها تاني. فالحقيقة هذا صنع جانب من الاهتمام في هذا الوقت، بحيث أن هواية القراءة بقت هي من ضمنها القراءة في السياسات. ولذلك طول 35 سنة على الأقل من 76 حتى الآن ما فيش برنامج حكومة ولا ميزانية، برغم أن بعضها كان كلام فارغ، إلا وهو موجود عندي بهوامشه، أنا كاتب عليه الهوامش والتعليقات، ولم أكن طبعا أدرك مطلقا هذا قدر الله انه هو ده عشان ايه. بالعكس كنت اخشى ان يكون ده تضييع وقت، يعني انت بتتكلم في ايه. ولما دخلت خضت انتخابات مجلس الشعب من قبل في مرتين، وطبعا الاحكام القضائيه اللي صدرت فيها الحقيقه احكام لافتة جدا نصوصها وما حدث فيها، انما كنت دايما افكر هي المعاهده الدوليه دي لو ولذلك عملت ابحاث وقدمتها. يعني قدمت مثلا ايه الفرق بين معاهده السلام بين مصر واسرائيل، وبين معاهدة المعابر بين مصر وإسرائيل، وبين معاهدة الكويز أو اتفاقية الكويز بين مصر وإسرائيل. دي 3 اتفاقات، لكن لما تيجي تضعها تحت الناحية الدولية سواء من ناحية مقاييس القانون الدولي أو المقاييس الاقتصادية أو السياسية مختلفة، 3 شرائح مختلفة تماما. في حاجة لها مقابل، وحاجة بدون مقابل مطلقا، وحاجة بمقابل لا يساوي اللي هتخسره قصاده. ولذلك أنا النهاردة قدر ربنا اللي خلاني طول 35 سنة ده الشيء الطبيعي اللي هي الرؤية الشاملة وزارة الزراعة. أنا كنت بذهب إلى، وأظن إخواني هناك يعلمون، إلى بعض مراكز الأبحاث في مصر علشان أشوف نقطة زراعية، نقطة كيميائية، نقطة يعني مصلحة الكيمياء ولا حتى الأمور النووية ولا موضوع المياه. كان انشغال حتى موضوع الري. بعض النواب في آخر مجلس شعب كان موجود قبل 2010 عارفين ان انا كنت بفضل اتصل بيهم طول ال5 سنوات كل ما وزير ري يقول كلمة عن مياه النيل. وبعضهم حتى من نواب الإخوان يعني مشكورا جزاه الله خيرا كان يمدني بهذا لأنه عارف اهتمامي بيه طول ال5 سنين. فمع ان انا لا اعرف ايه اللي هيحصل، لكن كان الاهتمام شخصي. بناء على هذا